بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب، ويجعل ايامكم كلها خير، اللهم امين يا رب العالمين. النهاردة ان شاء الله معانا وصفة سهلة جدا وبسيطة جدا، وهتعجبك وهتتميزي بيها وهتنبسطي جدا. وصفة دقيقة وجميلة وهتديكي يعني حاجة حلوة قوي هتنبسطي منها. قبل ما اقول الوصفة هقول الدعاء: اللهم ارزقنا الخير كله عاجله وآجله، اللهم امين يا رب العالمين. النهاردة ان شاء الله معانا قراقيش العجوة يا جماعة، الجميلة اللذيذة، وهعملها لكم بكل تكاتها وبكل الوصفة كاملة كده وجميلة، وهتنبسطوا منها وسهلة جدا جدا. وهعمل لكم شكلين منها عشان خاطر اللي مش عاجبه الشكل ده يختار الشكل التاني. قبل ما اقول الوصفة نقول المكونات. معايا كيلو دقيق، ومعانا كيلو عجوة، عليها معلقة سمنة ومعلقتين سمسم وشوية قرفة صغيرين، وهضربهم في بعض جامد بالمعلقة بالشوكة واظبطهم خالص. اعجنهم يعني عجنة كويسة. والسمنة اللي انا حطاها صراحة سمنة بلدي عشان تدي للعجوة كده طعم حلو وريحة حلوة ان شاء الله. ومعايا كوباية لبن، ومعايا بيضة. خدت الصفار على جنب والبياض على جنب، يعني البيضة خدنا الصفار لوحده اهو والبياض لوحده. الصفار هستخدمه في العجين، والبياض هستخدمه على وش المخبوزة بتاعتي. ومعايا سمسم، كوباية سمسم وكوباية زيت وكوباية سمنة فلاحي أو زبدة فلاحي. معايا معلقة خميرة ومعلقة سكر وشوية ملح. ولو عندك شوية بيكنج باودر يا ريت برضه هتظبط لك العجينة. هبدأ ان انا احط السوائل الجافة كلها على بعض زي ما انتوا شايفين كده اهو. السوائل الجافة هي يا جماعة. وهحط نص مقدار السمسم، يعني هحط نص مقدار السمسم مش المقدار كله اهو زي ما انتوا شايفين. وهبدأ ان انا احرك كل ده مع بعضه تحريك خفيف كده، وان شاء الله يكون كويس وممتاز جدا معايا. هحرك كده يا جماعة اهو. اقلب المكونات اللي هي الجافة كلها على بعضها كده، وبعد كده هنزل عليهم باللبن. والاول احط السمنة وافركها. يعني طبعا ايه عايزاكي بقى وانتي بتعجني طبعا هتحطي في بولة كبيرة شوية عن دي يا دوبك كده على انها دوبنا كده. قلبنا السوائل اللي هي الجافة كويس. هبدأ بقى اللي انا احط في بولة كبيرة، وهنزل عليهم بالسمنة الاول واغلفهم السمنة والزيت كويس تغليفة كويسة زي ما انت شايفة كده. ادي الزيت، حط الزيت، وادي الزبدة بتاعتي اهي. تمام كده. وادي اللبن، وهغلفهم كلهم كويس جدا مع بعض. تمام كده كويس جدا. هعجنهم العجنة التمام، وهحط عليهم صفار البيضة كمان، وهعجنهم كويس وارجع لكم تاني. انا كده عجنت العجينه بتاعتي اهي عجنه كويسه جدا، وهسيبها بقى ايه قيمه نص ساعه كده ترتاح خالص وتهدى شويه، وكمان الخمر بتاعها هيبدا يرتفع شويه. وبعدين هرجع ايه اشكلها. هغطيها طبعا، هغطي العجينه بتاعتي كده تغطيه كويسه عشان تدفى وتريح نص ساعه، وبعد كده هرجع لكم تاني ان شاء الله. العجينه كده ظبطت اهي وارتاحت جدا. هبدا ان انا بقى ايه اخدها كده قطعه قطعه كده، وابدا ان انا افردها مربعات كبيره قطعه قطعه. زي ما انتوا شايفين العجينه ارتاحت خالص اهي وبقت ممتازه جدا. هبدا ان انا اشتغل عليها دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده ان شاء الله. باخد قطعه من العجينه اهي يا جماعه، وابدا ان انا افردها بشكل ايه مربع او مستطيل. انا هفردها بشكل مستطيل عشان تديني ايه الاستطالة اللي انا عايزاها.
العجينة ممتازة جدا معايا، وان شاء الله بنفردها كده ونظبطها بالعجوة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. معاكم انا بفرد اهو، والله ما بجريش حاجة من الفيديو وسايبه لكم يعني على مهله جدا اهو. انا كده فردت العجينة كويس، هبدأ بقى ان انا ايه اظبطها كده معايا زي ما انتي شايفة كده. هظبط العجينة بتاعتي عشان تديني الشكل الايه المربع. ممتاز جدا. هبدأ بقى ان انا ايه اجيب حتة العجوة بتاعتي وافردها كده عليها كلها. هفرد العجوة بتاعتي على قطعة العجين دي كلها. متقلقيش يعني، حاولي ان انتي تفرديها عليها كلها زي ما انتي شايفة كده. تطلع ممتازة جدا وجميلة. الوصفة دي حلوة خالص يا جماعة، وبتنفعنا بقى واحنا الصبح مش قادرين ناكل طبعا حاجة الصبح بدري. بعد نفطر بيها مع كوباية شاي بلبن، مع كوباية نسكافيه. يعني مخبوزات حلوة قوي وقراقيش جميلة وسهلة، ما بتاخدش طبعا ولا وقت ولا مجهود، وفي نفس الوقت يسيرة سهلة عليكي وسهل تصنيعها كمان، ومنظرها بيبقى جميل وقيم جدا. والله يعني انا عايزة اقول لكم ان هي من احلى الحاجات واجمل الحاجات. انا هحاول افرد بقى هنا كده معايا عشان طبعا العجوة تتفرد مع العجينة وتطبع فيها وتمسك فيها كويس اهو. هنبدأ بقى يا حبيبتي نلف الرول زي ما انتي شايفة كده، نلفها رول كده اهي. وابدأ ان انا في اخر الرول اروح مجمعاه كده عشان العجوة بتاعتي ما تطلعش لبره. ممتاز جدا. هبدأ بقى ان انا ايه اقطع العجينة بتاعتي. اقطعيها بقى بالشكل اللي يناسبك، انا هديها بزوايا شوية، كيرفات شوية اهي. تمام كده، واللي بعده هكذا. حاولي بس يكون المستوى واحد، لا تقللي ولا ترفعي، كل المستوى يكون واحد وانت بتقطعي. تمام قوي كده.
هبدأ بقى اللي انا اكمل العجينة بنفس الطريقة دي. الشكل الاولاني، وده شكل العجين اللي هو ايه طالع لكم بالمنظر الجميل والممتاز جدا ده. هحطه في الصاج وهبدأ ان انا ايه اعمل لكم الشكل التاني. فردت العجينة اهو، وهبدأ بقى ان انا ايه اشيل كده الاجزاء اللي هي الزيادة دي، عشان انا عايزاها كلها تكون متساوية، ما يكونش فيها حاجة كبيرة ولا حاجة صغيرة، كله مقاس واحد. وهبدأ ان انا اجيب العجوة بتاعتي واحطها بنفس الطريقة زي ما انتوا شايفين كده اهو. معانا العجوة بتاعتي اهي تمام قوي على قدها. هبدأ ان انا ارول عليها كده اهو بنفس الطريقة كده اهو، وابدأ ان انا ايه اقطع بالرول بتاعي كده. ممتاز جدا. واخد الرول ده بعيد شوية كده، وابدأ ان انا ايه اقفله كويس، واتأكد ان انا قفلته كده كويس في بعضه عشان ما يفتحش مني وانا ايه شغال. وهبدأ ان انا ايه اقطعها بالشكل اللي انا عايزاه. ممكن تعمليها صوابع، ممكن تعمليها زي ما انت عايزه، فانا هعملها بالشكل ده برضه. الشكل هو ممتاز جدا وجميل جدا. وهرصهم في الصاج واعمل برضو واحدة ايه تانية، وهكذا لغاية اما اخلص العجين بتاعي. هعمل الشكلين اللي احنا ايه اشتغلنا عليهم دلوقتي. برول كده وبقطع. ممتاز جدا. هقفل بقى العجينة بتاعتي وابدأ ان انا ايه اقطعها زي ما انتوا ايه شايفين كده، واحدة واحدة معايا كده، وهتبصي تلاقي الدنيا سهلة جدا مفيش اي صعوبة اهو. واقطعها بالشكل اللي انت عايزاه، والحجم اللي انت برضو مناسب بالنسبة لك يعني. ممتاز جدا. هعمل كمان واحدة، اخر واحدة، وارص في الصاج بقى وادهن الوش بتاعه بالبيض واروح احطه في السمسم. اخد واحدة واحدة احطها في البيض وبعد كده في السمسم وارجعها تاني. دي كده مش محتاجة رول اهي، هي يدوبك على قدها. اخر قطعة. ممتاز جدا. هقفلها زي ما انتوا شايفين كده. قفلتها كويس جدا، قفلتها هي يا جماعة. وهبدأ ان انا ايه الفها لفة كده، وبعدين اقطعها بالحجم اللي انا عايزاه. ممتازة جدا. خلصنا المقدار بتاعنا كده تمام قوي. هبدأ اللي انا بقى ايه ادخل على ادهنهم اسقيها في البيض اهو. ادي صفار البيض اللي معايا اهو، بياض البيض، وهحط عليه شويه فانيليا. احط عليه كيس فانيليا يا جماعه عشان يبقى ريحتها حلوه اهو على البيض عشان يبقى ريحته كويس. وهقلبه بالشوكه كويس. هقلبه بالشوكه كويس كده معايا اهو. ممتاز جدا. ادي معايا السمسم. هاخد الواحده من زي كده واحطها في البيض الاول، وبعدين اروح حطها في السمسم اهي. ممتازه جدا معايا. هعمل كل الشكل بالطريقه دي اهو، واحده واحده كده. وعصاج على طول على درجه حراره 200، على درجة حرارة 200 هيطلع معاكي ممتاز وجميل. وهتدعيلي في الوصفة سهلة جدا وبسيطة وما خدتش ولا وقت ولا مجهود.
السمسم ده ابيض يا جماعه، في سمسم احمر وفي سمسم ابيض. ده السمسم الابيض بتاع المخبوزات، ما بيتحرقش طبعا، وهو جاهز معاكي على الشغل. لو في ناس ما بتحبش السمسم سيبلهم كميه بدون سمسم. عالصاج على طول، ونسوي كده على درجة حرارة 200 قيمة نص ساعة أو أكتر على حسب. وصفة سهلة جدا وممتازة جدا. بتطلع جميلة قوي ومغذية ولذيذة للولاد جدا. انا كده خلصت الصاج بتاعي كله زي ما انتم شايفين اهو. هدخله بقى على درجة حرارة 200، وان شاء الله ارجع لكم بيه تاني بعد ما يستوي بإذن الله ويبقى كويس. انا كده خلصت يا حبايبي المقادير كلها وسويت كله، طلع بسم الله ما شاء الله معايا. كيلو الدقيق عمل لي اكتر من 2 كيلو ونص، يعني بسم الله ما شاء الله الضعف الحجم جدا، لان طبعا انا حاطه كيلو عجوه غير الزبده والزيت واللبن والحاجات اللي احنا حطيناها السمسم وزي كده، فادتني مقدار كبير جدا زي ما انتم شايفين اهو. اللي انتوا شايفينه ادي الطبق اهو، بسم الله ما شاء الله مليان على الاخر، وما شاء الله مشهي جدا وهيعجبكم ان شاء الله. وده كمان معانا اهو، اهو الطبق الباقي. يبقى احنا كده عملنا كمية موفرة جدا، هتنبسطي وهتدعيلي وهتقول الله يرضى عنك يا مس هند. عايزة بقى لايكات كتير وكومنتات كتير، عايزة منكم اقوى تفاعل، عايزة اكتر عدد من اللايكات. يا ريت يعني تجيبوا لي اكتر عدد من اللايكات، واي وصفة انتوا تحبوها اطلبوها مني وان شاء الله هرد على تعليقاتكم وهنفذها لكم بامر الله. الوصفة جميلة وسهلة، ما خدتش مننا ولا وقت ولا مجهود. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفات النهارده، ونادت رضاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.